في حاجات كتير الواحد ما حسبهاش صح وهو طالب، وكان دايما بيفكر ما هو اصل انا كده كده طالب، يعني انا طالب، مش مطلوب مني حاجه الا ان انا اذاكر وانجح، ولو انا بصرف على نفسي فده زي الفل خلاص. انا يعني انتوا مفيش اي حاجه تانية هتطلبوها مني اكتر من كده يعني. فلا يعني دي رساله لكل طالب، راجع نفسك دلوقتي عشان الفتره اللي انت فيها دي هي احسن فتره انت ممكن تاخد فيها ريسك، هي احسن فتره انت مش هتبقى شايل هم الريسك. لما تكبر شويه وتتخرج وتبدا تشتغل هيبقى وراك فواتير وميه وكهرباء ولو عندك اولاد فبقى في حضانه وبقى في مصاريف البامبرز وبقى في، يعني بقى في شويه مصاريف كده عليك بتقيدك. انا لما كنت بتكلم امبارح مع معظم الطلاب اللي في الجامعه او اللي اتخرجوا، وكنت بسالهم انتوا بتعملوا ايه دلوقتي او بتشتغلوا ايه، فكان دايما الناس بتقول حاجه ويبقوا محبطين وهم بيقولوا الحاجه، فاقول لهم يا جماعه هو انتم شكلكم محبطين كده ليه؟ فيقولوا اصل دي حاجه احنا مش بنحبها لكنها بتدفع الفواتير. فانا فكره انها بتدفع الفواتير وانت مش بتحبها بس بتعملها عشان انت غصب عنك ومش عارف تاخد الريسك في حاجه تانية لان انت عليك فواتير، فانت خلاص انت اتدبست. عشان تخرج من اللوب ده محتاج انك تبقى ريسك تيكر بقى وبتاع. طيب لو احنا واحنا في فتره الجامعه كان الواحد استغل الوقت ده بصوره افضل، ما كانش هيضطر ان هو ياخد الريسك. يمكن من كل الدفعات اللي انا شفتها يمكن كام واحد بس قليلين قوي، يعني عملوا احصائيه كده على البكالوريوس لقوا ان 3% بس هم اللي بقى عندهم شركات وبقوا اصحاب اعمال. ال 3% دول في جزء كبير جدا منهم انا اظن والله اعلم ان حوالي 90% منهم بداوا من هم في الجامعه. فدي فرصتك، ابدا دلوقتي اعمل حاجه وانت في الجامعه وافشل، واعمل حاجه تانية وافشل، واعمل حاجه ثالثه وافشل، لحد ما توصل للحاجه اللي انت حاسس ان هي دي اللي انا عايز اعملها، هي دي الحاجه الناجحه اللي انا هكمل فيها. فرصك اعلى بكتير جدا لما تبدا من وانت في الجامعه من لما تبدا بعد ما تتخرج من الجامعه. استغل سنوات الدراسه كويس جدا. التقدير العام بتاعك مش نهايه الحياه، يعني انت لو جايب جيد ولا جايب مقبول، في ناس بتبقى جايبه يعني تقديرات قليله وعادي بينجحوا في الحياه. لكن مش بقول لك ما تذاكرش، ذاكر واعمل اللي عليك، هات اخرك في كل حاجه، هات اخرك في المذاكره 100%، وهات اخرك في الشغل 100%، وهات اخرك في الانشطه 100%. خد الريسك، اعمل علاقات. العلاقات اللي انت بتعملها في الجامعه هي العلاقات اللي هتكمل معاك بعد كده. اعمل علاقات كويسه جدا ومن العلاقات هيجي لك شغل، ومن العلاقات هتلاقي واحد بقى مستثمر هيستثمر في البيزنس بتاعك، هتلاقي واحد هيبقى شريكك في البيزنس بتاعك. اعمل علاقات كويسه من دلوقتي. العلاقات اللي بتعملها في فتره الجامعه هي العلاقات اللي بتكمل معاك بعد كده. استغل فتره الجامعه، ونفس الكلام ينطبق على فتره المدرسه. استغل الجامعه واستغل المدرسه، لان ده يعني انا ما بحبش استخدم الكلمه دي عشان بحسها موضه، بس هو حرفيا هيشكل مستقبلك بعد كده. فاجتهدوا. اي حد محتاج اي مساعده في اي حاجه يقول لي، وكالعاده ادعي لي.